كي تعودوا تعبانين ولا عيانين وحابين ديروا حاجه ضربه واحده، فطيره حجم عائلي دوبل اكس ال بزاف بنينه مفرمجه مشخشخه، غير ديروا لي حفظ لهذا الفيديو لانه اكيد رايحين تحتاجوه، وبارطاجيو الوصفه مع اصدقاء تاعكم لانه بزاف مفرمجه. للعجينه نحتاجو كاس تاع الحليب، حبه بيض، مغرف خميره، مغرف تاع السكر، ربع كاس تاع الزيت، خلطتهم مليح وضفت لهم الفرينه حوالي 3 كيسان مع مغرف صغيره تاع الملح. لميت العجينه تاعي تكون حكمه روحها ونخليها تخمر في بلاصه تكون دافيه. من جهه خلاف وجدت الحوش، وهنا في مقله حطيت شويه زيت، حبه بصل مقطعه مربعات، زدت لها كميه من اللحم المفروم، تقدروا ديروا الدجاج، درت لهم الملح، الفلفل الاسود، توابل اللحم، وخليتها تطيب مليح. بعد ما طاب هنا اللحم المفروم درت له ربع كاس تاع الحليب مع زوز مغارف كبار من جيو فرماجيو، هذا بزاف بنين راح يمد البنه وتفرمج لهذاك اللحم المفروم. خليوها على جنب. نوجدوا صلصه الجبن اللي فيها كاس كريم فريش مع جيو فرماجيو، هذا جبن حقيقي ماشي تحضيره. درت كميه من جيو، زدت لها شويه تاع الشيدر وخليتها فوق النار. نرجعوا لهنايا للعجينه، كانت خمرت قسمتها هكا، حليتها مكويرات صغار. كما تشوفوا العجينه لازم تكون رقيقه بزاف. حطيتها في بلاطو، جبت هذه كريمه الجبن وزعتها، زدت فوقها بطاطا مقليه، تقدروا ديروا الخضر اللي حابين، زدت فوق هذاك اللحم المفروم شويه تاع الصوص فرماج اللي درناها، شويه جبن مبشور، وقفلت عليها بعجينه واحده اخرى وقفلت الجوانب كيما هكا. زدت درت لها البيض وهذاك الجبن اللي بقى، يعني صلصه الجبن اللي بقات، شويه تاع الجبن المبشور، وزينوها كيما تحبوا. حطوها طيب على 180 درجه. بالمناسبه الجبن المبشور ديروا اي نوعيه، يعني كاين هذاك تاع البيتزا ديروه، ودخلتها طيب وبصحه.